تعرف ان شركة ميشلان كانت على وشك الافلاس بسبب بوجاتي فيرون؟ السبب ان السي او بتاع شركة فولكس فاجن المالك لبوجاتي قرر ان هو يعمل العربية الكاملة، وعشان كده طلب من ميشلان ان هم يعملوا اطارات تتحمل سرعة 400 كيلومتر في الساعة، لان في الوقت ده ما كانش فيه اطار يقدر يتحمل السرعة دي، وكل الاطارات اللي كانت متوفرة وقتها كانت بتنفجر. في البداية شركة ميشلان رفضت لأن الموضوع هيكون مكلف جدا بالنسبة لها، وفي نفس الوقت مش هيبقى فيه طلب كبير على الإطارات دي لأن نسخ بوجاتي فيرون الموجودة فعليا مش كتير. فسي او شركة فولكس فاجن هددهم إن هو هيوقف كل التعاقدات معاهم الخاصة بكل الإطارات اللي بياخدوها منهم، وبما إنهم كانوا من أكبر العملاء بالنسبة لهم كانت الشركة على وشك الإفلاس، فما كانش قدامهم حل غير إن هم يصنعوا الإطار ده. والحقيقة إن هم نجحوا في صنع إطار يتحمل السرعة دي، وكانت تكلفة الطقم من الإطارات ده $42,000، وكان بيتحمل سرعة لحد 408 كيلومتر في الساعة كمان. أوقات كده لازم يتضغط عليك عشان تطلع أحسن ما عندك.